بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في خامس حلقة من كورس الأوبن شيفت. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نستخدم ال CLI عشان نمانج الأوبن شيفت كلاستر بتاعنا، وإزاي نقدر ننفذ كل التاسكات اللي مطلوبة مننا باستخدام ال CLI. زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت إن ال GUI هو كويس جدا ونقدر نستخدمه في حاجات كتير، بس ال CLI هيفتح لنا باب إن احنا نانتجريت الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا مع اوتوميشن تولز تنفذ لنا او تأتمت لنا التاسكات بتاعتنا. طيب احنا عشان نداونلود الاوبن شيفت CLI اللي هو الاو سي كوماند عندنا طريقتين عشان نعمل له بيها داونلود. اول طريقه من خلال الاوبن شيفت ويب كونسول بتاعنا. لو احنا عاملين لوجن على الويب كونسول هنيجي نروح على علامه الهيلب او علامه الاستفهام اللي موجوده هنا، وهتقول له الكوماند لاين تولز، ومن هنا هنلاقي الاو سي كوماند لاين تولز موجوده لاكتر من او اس فيرجن، عندنا لينكس ماك ويندوز، فممكن نختار هنا اللينكس ونداونلودها. الحل التاني ان احنا نروح نداونلودها من الويب سايت بتاع ريد هات نفسه اللي هو access.redhat.com، ونروح على الداونلودز ونختار الريد هات اوبن شيفت كونتينر بلاتفورم، ومن البرودكت سوفت وير هنختار ان احنا نداونلود الاوبن شيفت كلاينت لللينكس. فخلينا نعمل داونلود كده. تمام، انا تقريبا كنت عامل له داونلود قبل كده. طيب خلينا نروح على التيرمينال وخلينا ندخل على الداونلودز نشوف فيها ايه. لقيناه عامل لنا داونلود لتار فايل. خلينا نفك الفايل. طار. تمام. طيب احنا دلوقتي هو لما فكينا الفايل ظهر لنا نوعين من الباينري، نوع اللي هو الاو سي والباينري التانية اللي هي الكيوب سي تي ال. وبما اننا بنستخدم الاوبن شيفت اللي مبني على كوبرنيتس فاحنا نقدر نستخدم معاه الكيوب سي تي ال، وكل الكوماندز بتاعت الكيوب سي تي ال تقدر تشتغل معانا. طيب عشان نقدر نستخدم الكوماندز دي بكل سهولة يفضل ان احنا نروح ننقلها في السلاش بن. فتعالى ننقلها في السلاش بن، نقول له sudo copy ctl سلاش بن. طيب بعد ما عملنا انستليشن للاو سي بتاعنا وجربنا الاو سي فيرجن ولقيناه شغال، سوري، وجربنا كمان وتأكدنا ان الكيوب سي تي ال فيرجن شغال معانا، فاحنا كده دلوقتي قادرين نشتغل. الفيرجن اللي بتظهر هنا دي الفيرجن بتاعة الكلاينت نفسه اللي احنا عاملين له انستليشن، لكن مش الفيرجن بتاعة الكلاستر بتاعنا. طيب تعالى بقى نلوجن على الكلاستر عشان نقدر نستخدم الكلاستر ونقدر نمانج الكلاستر. بما اننا شغالين على CRC تعالى نقول نطلع بس الداتا بتاعة اللوجن، نقول له CRC console credentials. تمام. والكوماند اللي بنستخدمه عشان نلوجن هو OC login، وهنقول له -u ونحط له اليوزر بتاعنا. خلينا لو احنا developer -p ونحط له الباسورد بتاع الديفلوبر. واهم حاجة لازم نحطها له ال URL او ال API URL بتاع الكلاستر بتاعنا. تمام، احنا كده عملنا لوجن وبقينا جوه الكلاستر بتاعنا. طيب من اهم الكوماندز اللي لازم نكون هنقول له OC new-project ونقول له for example demo 1، وده كده البروجكت بتاعنا. طيب لو انا مثلا رحت عملت project demo 2
فانا دلوقتي جوه بروجكت ديمو 2، ازاي اتاكد ان انا اقدر انقل من بروجكت لبروجكت؟ هقول له OC project demo 1 كده now using project demo 1. لو قلنا له OC project demo 2 هيقول لك now using project demo 2. ف OC project هي اللي هتنقلنا من بروجكت لبروجكت تاني. طيب لو انا على كلاستر وعايز اعرف الانفو بتاعته، ممكن نقول له OC cluster dash info. هنا احنا عشان بالديفلوبر اكونت فاحنا ملناش ان احنا نليست ولا نشوف الداتا بتاعت الكلاستر بتاعنا. فلو احنا عايزين نرن ال OC cluster، تعالى هنا نقول له نلوجن as a administrator ونقول له تاني OC cluster info. هيطلع لك هنا الكيوب API URL بتاعك، ولو انت عايز تضم وتطلع more info هتقول له كيوب CTL cluster info ضم. طيب احنا كل ريسورس عندنا في الكلاستر بتاعنا بيكون بيفولو او ليه API version بيستخدمها. يعني for example البودز بتستخدم API versions السيرفيسز واحنا بنكريتها. لما هنيجي نتكلم عن البودز والسيرفيسز ونشوف الديفينيشن فايل بتاعها وازاي اكتب ديفينيشن فايل لبود او لسيرفيس، هنلاقي ان احنا لازم نمنشن ال API version. فعشان نشوف ال supported APIs اللي موجودة عندنا في الكلاستر، فاحنا هنقول له OC API dash version. هيطلع لنا دي ال supported API versions اللي عندنا في الكلاستر كلها. طيب كومند مهم جدا عشان نعرف الستاتس بتاعت الكلاستر بتاعنا. الكلاستر بتاعنا بيتحكم فيه مجموعة من الكلاستر اوبريتورز، فهم اللي مسؤولين عن ان هم يمانجوا الكنترولرز اللي بتمانج الكلاستر ريسورسز او الكنترول بلين ريسورسز. فعشان نشوفهم هنقول له OC get cluster operators. فكده الكوماند بتاع OC get cluster operators جاب لي كل الاوبريتورز اللي بتتحكم في الكلاستر بتاعي، وقادر اشوف ايه منها available، ايه شغال، في ايه في degradation، في لو في حاجة لسه بتقوم فهتبقى processing. فاحنا الكلاستر بتاعنا قايم وكله healthy، كله available true، ومفيش حاجة فيها degradation. طيب احنا كده عرفنا ان ال OC واحنا بنستخدمه لازم نقول له OC وبعدين نكتب بعده الكوماند بتاعنا. طيب تعالى كده نشوف الهيلب، ايه انواع الكوماندز اللي ممكن نكتبها بعد ال OC. يعني انا ممكن في ال OC اقول له OC login، OC new project، OC new app عشان اكريت application، OC status عشان overview عن البروجكت اللي انا واقف فيه، OC project عشان انقل او switch ل another project، OC projects عشان اشوف البروجكتس بتاعتي. فال OC help هتورينا كل الاوبشنز اللي نقدر نستخدمها مع ال OC بتاعنا. اكتر حاجات هنبتدي نستخدمها هنستخدم OC create، OC apply عشان لو عندي edit عملته في definition file وعايز apply ال edit بتاعي على ال live resource اللي شغال، فهنستخدم OC apply. OC create عشان create resource من definition file، OC get لو انا عايز display او اشوف ال resources اللي موجودة عندي في سواء في النيم سبيس اللي انا واقف فيه او في نيم سبيس تاني هناخدها دلوقتي. OC describe لو انا عايز اعرف details عن الريسورس بتاعي، OC edit لو انا عايز edit جوه الريسورس في اللايف في الريسورس نفسه،
OC label لو انا عايز اد label، OC annotate لو انا عايز اد annotations، OC expose لو انا عايز expose deployment واخليها نقطة الوصول ليها هي service IP، فهقول له expose. يا اما لو عايز expose السيرفيس نفسها فهستخدم ال expose service ان انا اكريت ليها route. كل ده هناخده قدام. فتقدر تعمل OC help وتشوف كل الاوبشنز المتاحة عندك في ال OC help. طيب خلينا نشوف لو احنا عايزين نليست البودز اللي عندنا، فاحنا ممكن نقول له OC get بودز، هيطلع لنا البودز اللي موجودة عندنا. دي كانت بودز انا كنت عامل لها create، فدي البودز الموجودة عندنا. ده بود انا كنت عامل له create، وده بود as a part of deployment. طب تعالى نشوف الديبلويمنت. تعالى نقول له OC get deployment، فهيطلع لنا ان احنا عندنا deployment. طيب لو انا عايز اجيب البودز بمور ديتيلز، فانا ممكن اضيف له مع OC get، اقول له dash O wide، وممكن نحدد له اسم البود بتاعنا هنا، فهيطلع لي ديتيلز عن البود. هيطلع لي هنا الديتيلز بتاعت الجيت العادية، وهيطلع لي زيادة عليه، هيطلع لي الاي بي بتاع البود او الاند بوينت اللي بيواصل عليها البود، وهيطلع لي النود بتاعت البود. طيب لو انا عايز اشوف الموست كومن امبورتنت ريسورسز اللي موجودة عندي في البروجكت اللي انا واقف فيه، فانا ممكن اقول له OC get all، هيطلع لي هنا البودز، وهيطلع لي هنا الديبلويمنتس، وهيطلع لي الريبليكا سيتس. والمفروض لو احنا عاملين سيرفيس او عاملين اكسبوز للديبلويمنت بتاعتنا هيظهر لنا السيرفيسز. طيب لو انا عندي ريسورس عايز اشوف مور ديتيلز عنه، فمثلا لو احنا البود ده عايزين نشوف الديتيلز بتاعته، فممكن نقول له OC describe ونديله اسم البود، فهيدينا الديتيلز بتاعت البود وكمان الايفنتس بتاعته. يعني اهو الاوتبوت بتاعنا ادانا النيم والنيم سبيس اللي موجود فيه النود، ده كان نفس اللي كان ظاهر لنا في السمري بتاع الاو سي جيت، باضافه بقى ان هو ظهر لنا الانوتيشنز، الليبلز، الستاتس، هيظهر لنا الكونتينر اللي جواه والديتيلز بتاعت الكونتينر اللي شغال جوه البود بتاعنا، هيظهر لنا الايفنتس اللي حصلت على البود ده من ساعة ما قلنا له رن او شغل البود ده، ان هو بدأ يبول الايمج وان هو عمل كرييشن للكونتينر وشغل البود بتاعنا. طيب اوتبوت تاني ممكن نشوفه ان احنا مع الاو سي جيت وعايزين نشوف بود اللي هو اسمه ديمو بود، ممكن نقول له بدل ما احنا محتاجين ان هو تظهر لنا just summary، لا انا عايز اشوف الاوتبوت بتاع البود بتاعي في يامل فورمات، فهيطلع لك كل الاوتبوت بتاعك على شكل يامل فورمات، وده هنستخدمه قدام ان احنا نكسبورت الديفينيشن فايلز بتاعت الريسورسز بتاعتنا. طيب لو انا عايز اشوفه في جيسون فورمات، فهقول له داش او واطلع الديتيلز بتاعت البود بتاعي على شكل جيسون فورمات. طيب لو انا الفورمات مش قادر افهمه او عندي definition فايل مش فاهم فيه حاجة، فانا ممكن اجي اقول له OC، او انا عايز اكتب definition فايل، فهقول له OC explain وليكن البود، فهيقول لك ان انت عشان تكتب definition فايل للبود هيكون ده شكله، هيبقى الكايند بتاعه بود، ال API version بتاعته هتكون version 1. description هنا هو description ايه هو البود وعبارة عن ايه البود. بعدين هنا هيشرح لك الفيلدز اللي تقدر تستخدمها في الكرييشن بتاع الديفينيشن فايل بتاع البود، الكايند اللي هو انت بتحدد نوعه، ال API version، الميتا داتا اللي بتحط تحتها النيم والليبلز، السبيك. طب انا لو عايز اعرف ديتيلز اكتر عن السبيك، فهقول له بود دوت
spec، فهيطلع لنا الديتيلز اللي تحت السبيك اللي نقدر نستخدمها، وايه الفيلدز اللي تحت السبيك اللي نقدر نستخدمها. تمام. طيب لو انا عايز اعرف more details اكتر عن حاجة معينة جوه السبيك، مثلا containers، فانا ممكن اقول له spec dot containers، هيظهر لي الفيلدز اللي المفروض اكتبها جوه الكونتينرز ويوصف لي او يشرحها لي. فيعتبر الاكسبلين شبه المانيوال بيجز في اللينكس، بتعرفنا ازاي نستخدم الديفينيشن فايل او ازاي نكريت ديفينيشن فايل ونبقى فاهمين كل بارامتر فيه او كل فيلد في الديفينيشن فايل بتاعنا. طيب تعالى نكريت بوت جديد بس من ديفينيشن فايل موجود عندنا، فهنقول له oc get bots واللي هو اسمه ديمو بود، وهنقول له داش او يامل، وانا دلوقتي عايز احطه ان هو هيبقى تيست بود دوت يامل، وممكن نقول له في اي تيست بود، وهنا ده الديفينيشن فايل بتاعنا، فعايزين نغير النيم بتاعه مثلا، هنسميه تيست بود. هنا في الكونتينرز هنغير اسم الكونتينر برضو، كفاية كده. تعال نقول له oc create dash f، ونقول له روح create لي الداتا اللي موجودة او البود اللي موجود الديفينيشن بتاعه في test bod definition file، ونقول له oc get bods، فلقيناه create لي بود اسمه test bod. طيب لو احنا عايزين نشوف الديتيلز بتاعته هنعمل ايه؟ هنقول له oc describe بود test بود، ظهر لنا الديتيلز بتاعت البود بتاعنا. فتعالى كده نشوف النيم بتاعه بقى اسمه تيست بود. تعالى نشوف الكونتينرز، بقى عندنا كونتينر اسمه تيست بود زي ما احنا عدلناه في الديفينيشن فايل بتاعنا. طيب الطريقة التانية اللي احنا ممكن نكريت بيها بود، ودي يعني هنتكلم عنها بالتفصيل قدام، ان احنا ممكن نقول له oc run ونقول له test 2 مثلا، ونقول له داش داش image، ونكتب له اسم الايمج بتاعتنا اللي هي nginx، وليكن oc get bods. هو لسه في الكرييتنج دلوقتي بقى running. طب لو احنا عايزين نعرف more details هنقول له داش o wide، ناخد summary بس اكبر شوية. عندنا كل بود بكل الاي بيز بتاعتهم، واحنا عشان عندنا وان نود فكل البودز قايمة عندنا على CRC نود. طيب لو احنا عايزين نعرف اوفر فيو عن البروجكت اللي احنا واقفين فيه، فممكن نقول له oc status، هيظهر لنا اوفر فيو عن الريسورسز اللي موجودة عندنا. احنا واقفين في بروجكت اسمه ديمو 2، عندنا deployment اسمها hello node شغالة من 22 مينت، عندنا بود، عندنا تيست بود، ديمو بود، بود اللي اسمه تيست 2. طيب انا لو عايز اشوف البودز اللي موجودة في نيم سبيس تاني، لو انا ليا بريفليج ان انا افيو البودز اللي في نيم سبيس تاني، فتعالى ممكن نقول له oc get pods ونقول له داش ان ونشوف انهي نيم سبيس. ممكن نقول له open shift dash console، وكده هنشوف البودز او الريسورسز اللي شغاله في الاوبن شيفت كونسول. فاكرين في الحلقه بتاعه الاكسسنج بتاع الكونسول قلنا له او سي جيت، وقلنا له بدل بودز قلنا له راوتس، فظهر لنا الراوتس. لو قلنا له او سي جيت سيرفيس
هيظهر لنا السيرفيس، ناله OC get deployment، هيظهر لنا الديبلويمنت اللي موجودة في النيم سبيس اللي احنا محددينه. طب لو انا عايز اشوف كل حاجة عندي في الكلاستر هقول له OC get pods، وممكن اقول له يا اما داش A، فهيجيب لي كل النيم سبيسز اللي عندي بالبودز اللي موجودة فيها، يا اما ممكن اقول له بدل داش A اقول له داش داش all dash name spaces، فهيطلع لي كل البودز الموجودة في كل النيم سبيسز اللي عندي. طيب لو انا عايز اديليت البودز، عايز اديليت بود او عايز اديليت ريسورس من اللي احنا عملناه، فهنقول له OC get pods عشان نشوف البودز اللي عندنا. ومثلا عايزين نديليت test2 OC delete بود، نقول له test2 عمل delete. تعالى نتأكد OC get pods، فتست2 خلاص اتمسح من عندنا. طيب تعالى نشوف لو احنا عايزين نليبل بود عندنا معين، فتعالى مثلا نقول له تعالى نشوف البودز اللي عندنا او سي جيت بودز، ونروح على الديمو بود مثلا ونقول له او سي ليبل بود، والديمو بود نقول له مثلا div بيساوي equal test، فاحنا كده عملنا له ليبل. طب لو احنا عايزين نريتريف البودز بس اللي معمول لها ليبل اللي هو div test، هنقول له OC get pods، وهنقول له داش داش selector، ونقول له div equal test. انا برضو كنت عامل للتست بود ليبل اللي هو div equal test، فكده واحنا بنعمل get للبودز او get لاي ريسورس عندنا نقدر نستخدم الليبل ونقدر نستخدم السلكتور ان احنا نماتش على كرايتيريا معينه احنا عايزين نوصل لها، او على ليبلز معينه احنا عايزين نماتش عليها. طيب لو انا عايز اعرف ايه supported API resources اللي موجوده عندي، او ايه resources اللي انا اقدر اكريتها في الكلاستر بتاعي او في الاوبن شيب، فانا ممكن استخدم OC API dash resources، فهيطلع لي كل الريسورسز اللي موجودة عندي. طيب لو انا عايز افلتر الريسورسز بتاعتي دي، فانا ممكن افلتر الريسورسز على حسب هي مثلا نيم سبيسد ولا لا، فممكن اقول له OC API resources واقول له dash dash name spaced واقول له equal true، فهيطلع لي الريسورسز اللي بتشتغل جوه النيم سبيس مش كلاستر وايد. طب لو انا عايز اشوف الاي بي اي ريسورسز دي بتنتمي لانهي جروب او افلترها على اساس الجروب، فانا ممكن اقول له داش داش اي بي اي داش جروب، ولو سبتها فاضية كده هيطلع لي الريسورسز اللي موجودة في الكور جروب، او دي الريسورسز الاساسية اللي بتيجي مع الكوبرنيتس. طيب خلينا ناخد بالنا من حاجة هنا، ان الريسورس لما بيجي انا هنا الفلتريشن بتاعي كان نيم سبيسد واي بي اي جروب في الكور جروب. طيب خلينا ناخد بالنا من حاجة، ده الاسم اللي احنا ممكن ننده بيه الريسورس بتاعنا، او ده الشورت نيم. يعني مثلا لما رحنا قلنا له get السيرفيسز، تعالى كده نقول له OC get services في النيم سبيس اللي اسمه open shift dash console، فكنا لازم نكتب services كاملة. لكن لو احنا استخدمنا كده svc، فده الشورت نيم بتاع services وهيطلع لنا نفس الاوتبوت. طيب بما اننا عرفنا ان احنا ازاي نطلع الريسورسز سبورتد عندنا في الكوبرنيتس كلاستر،